يلا يا ريس خلصنا بالله عليك يا ريس، وانا مش هفضل طول اليوم معاكوا انتوا. ايه يا عم في ايه؟ وانت حد قايل لك تيجي تتفرج علينا الناس هنا؟ يا عم انا شغلي بالساعه يا ريس، انت عطلتني يجي 4 ساعات، يعني مين اللي هيديني، مين اللي هيعوضني على بس يا حبيب الساعات دي قلبي كده كلها؟ 50 جنيه اللي انت قلت عليها بس كده الاول. 50 جنيه الراجل ده كان مديان. لا يا حبيب قلبي الراجل مشي، احنا اللي يا عم انا دفعنا مش عايز منكم حاجه يا عم، انتوا اهم حاجه تدوني الفلوس اللي انتوا كلتوا بيها، مش عايز حاجه من وشكم. خد يا حبيب قلبي فلوسك اهي، ولا الشقه دي ما اشوفكش عندها تاني. طلبك بقى ما طلبكش ملناش فيه. والله انتوا اصلا عالم جعانه. روح يا عم بلا جعانه. روح يا عم، ده انت لو جالي اوردر بالعنوان ده تاني مش جاي. طب يا اخي اشوفك هنا على باب الشقه دي. عالم نصابه ما عندهمش ولا دين ولا ضمير. خد يا عم الحاج. ايه يا ابني؟ هو انت يا عم الحاج ادام انت ما معكش فلوس بتطلب ليه من المطعم عندنا يا حاج؟ مين يا ابني؟ هو انت غاوي شحططه لينا يعني؟ يا ابني لا يا ابني، انا حولت الفلوس يا ابني، مش تفهم يا ابني، عيب اما اتكلم راجل كبير قد ابوك كده يا ابني. انا حولت الحاجه، الفلوس اللي انا حولتها دي حولتها لواحد تاني بالغلط، وكنت نازل اجيبها واصلا ومش عارفين مين الراجل بتاع السنترال. قال لي لو كده الفلوس هترجع لك. انت ضيعت عليا الشيفت كله يا حاج. طيب اعمل معلش ايه يا دلوقتي؟ ابني، ولا حقك حاسب من عليا. حتى ال 50 جنيه اللي انت اديتها لي الراجل خدها مني فوق. ازاي يا ابني؟ انا كنت جاي معتمد على ال 50 جنيه دي. وانت كنت كمان جاي عايز تاخدها يا عم الحاج؟ لا حول ولا قوه يا عم المهم الناس يعني يا- هم حاسبوك. يا ساتر يا رب. ايوه يا عم حاسبوني يا طب عم. يا روح ابني يا عم، الحمد لله، الف سلامه يا ابني. ما ربنا تطلبش يستر الطريق. مننا حاجه تاني. ماشي يا ابني حاضر، حقك عليا.